بص انا جاي اقول كلمه واحده بس من 3 حروف. ليه؟ فكرتني اقول كلمه تانية ليه الادب لا. المهم ان الفيديو ده ممكن يطلع 3 دقايق مثلا، بس انا جاي اقول ان مارفل عملتها تاني، عملت مسلسل محدش مهتم انه يشوفه زي كل المسلسلات اللي بتعملها بقالها 4 سنين. فخلينا اوفر عليك شويه وقت واقول لك ليه مش لازم تشوف اداثا اول الون، وممكن تبقى تتفرج على اي ملخص 10 دقايق له بعد ما المسلسل يخلص. طبعا احنا عارفين ان من بعد اند جيم واحنا شفنا ايام سودا، لا سودا بجد. شخصيه اداثا كانت شخصيه جانبيه في مسلسل وان فيجن. مسلسل وان فيجن ايام الكورونا لما كان الواحد بيستنى تحليل احمد فهمي الافيش لكل حلقه. انا واخد الاوترو بتاعتي من احمد فهمي اصلا، فانا بحب الرول ده يعني. ما علينا، فانا ما كانش عندي مشكله مع شخصيه اداثا في مسلسل وان فيجن، بس هل حد طلب منكم مسلسل كامل لشخصيتها؟ ما مش للدرجه، اصل هي مش قريبتنا يعني. كاترين هان كويسه والله، المشكله مش فيها، بس الموضوع زي انك بتاخد شخصيه عاطف من فيلم الناظر وتعمل عنها فيلم كامل. كلنا بنحب عاطف، بس هو مش شخصيه مثيره للاهتمام لدرجه ان يتعمل عنه فيلم كامل، فاهم قصدي؟ يعني قصه المسلسل مش عارف اقولها حتى لانها قصه تقرف، اللي هو ايه، اداثا فقدت قوتها بعد احداث واندا فيجن، فبتاخد شويه سحرات تانيين معاها ومراهق في رحله لاسترجاع قوتها دي. يعني المسلسل كل ابطاله ستات، كانك بتتفرج على فلوج خالتها صوروه سوا عن مغامراتهم في رحله الفيوم مثلا. بجد والله. وانت بقى تبقى مفكر ان الشاب ده بما انه ذكر الوحيد فهيقوم بدور الالفا ميل بقى والجانب الذكوري، فتكتشف انه شاذ. طب ليه يعني؟ خلاص انت عامل لي مسلسل كل ابطاله ستات وانا يا سيدي راجل مناضل لحقوق المرأة ومعاك، خلي الشاب طبيعي بقى، مش لازم يبقى كل ابطال المسلسل ما بياخدوش كاش. طب خط سير الاحداث مثلا، بما ان كل حلقه بتبقى عباره عن رحله في مكان معين له علاقه بشخصيه من الابطال، تحسها فكره حلوه صح؟ لا مكرره، وعلى الحلقه الثالثه هتقول ايه القرف اللي انا بتفرج عليه ده، انا عايز ارجع. فيعني كلنا عارفين ان مارفل بعد اند جيم بقت في الشلاحات حرفيا، ايترنالز وسيكريت انفيجن. واداثا ممكن نقول انها تنضم للليست دي عشان بس يفكرونا انهم لسه بيعملوا مسلسلات. يعني انتوا لسه عاملين اكتر فيلم جايب ايرادات الصيف ده، ما تحط القرشين في جيبك واركن شويه بقى. الناس بعد ديد بول اند وولفرين قالوا دي عوده مارفل للطريق الصحيح وبتاع، تقوم انت رازعنا باداثا في وشنا وتقول لها لا احنا ما عدناش ولا حاجه، دي كانت طفره بس. الناس حاولت تحسن سمعتك وانت بوظتها تاني يا غبي. ده غير ان المسلسل بيتعرض في فتره مش الافضل انك تعرض فيها مسلسل زي ده، فتره بيتعرض فيها مسلسل ذا بينجوين، فيلم جوكر فولي ادو، فيلم ديدبول اند وولفرين نزل ديجيتال، مسلسل رينجز اوف باور، وفيلم فينوم ذا لاست دانس، كلها كام يوم وهينزل السينمات. فالناس متحمسه لكل الاعمال دي اكتر من مسلسل اداثا. يعني كان ممكن المسلسل ينجح اكتر لو كان نازل في فتره فاضيه شويه عن كده. نفس اللي حصل مع فيلم ميشن امبوسيبل ديد ريكنين بارت 1 السنه اللي فاتت، اللي انا دخلته في السينما وحرفيا كنت لوحدي في السينما، رغم ان ده فيلم ميشن امبوسيبل يعني يا جماعه مش حاجه مجهوله، والفيلم كان جامد فشخ. بس المشكله انه كان بيتعرض في نفس وقت عرض فيلم اوبنهايمر وباربي، والناس كانت متحمسه لهم اكتر، فمحدش شاف ميشن امبوسيبل، فهمت قصدي؟ فهل المسلسل للدرجه دي ما فيهوش حاجه حلوه يعني؟ لا، في عندك اوبري بلازا دي حلوه جميله يعني انا بحبها. عندك مثلا جو السحرات ده ستيل له رونق خاص كده، والواحد بيحب اجواء السحر دي، غير ان تيمه المسلسل اللون الموف، ولو مش واخد بالك يعني فده لوني المفضل، بص على صوره القناه. عندك مثلا الاوترو او تتر النهايه حلو بصراحه، ما فوتوش ولا مره، دايما بقعد اتفرج عليه. ودي حاجه مميزه ان المسلسلات دايما بتجتهد عشان تعمل انترو كويس، لكن عندك المسلسل ده ما فيهوش انترو، بس الاوترو بتاعه هو اللي حلو. والحلقه الخامسه كانت حلقه حلوه بصراحه، لقطه الطيران بالخشب زي لما الساحره بيطيروا بالمكنسه يعني كانت جميله، وقفلت على كليف هانجر جامده، فهضطر اسفها ان نكمل المسلسل، رغم انها كانت كليف هانجر متوقعه عادي، احنا من اول المسلسل واحنا عارفين مين المراهق ده وبتاع، بس يعني انا مش هحرق لك المسلسل عشان لو ممكن تتفرج عليه يعني. ف هو موضوع يعني غريب، يعني انا ما حدش غاصبني ان اشوف المسلسل، وممكن اشوف له ملخص بعد ما ينتهي، بس انا بحب اتابع حاجات مارفل الجديده، وهو المسلسل مش وحش زي شي هالك مثلا، ولكنه مش حلو زي لوكي، فاهم قصدي؟ نسيت اقول ان جزئيه الرعب في المسلسل ده مخجله، وعنصر الشر برضه غريب فشخ، كان في اول حلقتين موجود بعدين اختفى في الحلقه الثالثه والرابعه وظهر في الخامسه، وخلي بالك ان المسلسل حلقه كل اسبوع، فعلى الحلقه الخامسه انا كنت نسيت ان في عنصر شر في المسلسل اصلا. فهي فكره العتاب على قد المحبه زي ما بيتقال، الناس كانت بتحب شخصيه جوكر قوي، فلما الجزء الجديد ده نزل الناس راحت تشتم فيه عشان دمهم اتحرق على شخصيتهم المفضله، والناس مثلا قعدت تمدح في فيلم ديدبول اند وولفرين لان الناس بتحب شخصيه ديدبول وشخصيه وولفرين. او حاجه كانت مفاجاه زي ذا بينجوين، ان الناس ما كانتش متوقعه انه يكون حلو كده، غير انه مشتق من عالم باتمان، تاني اكتر سوبر هيرو محبوب في التاريخ، لكن محدش مهتم مين اداثا دي اصلا، والمسلسل متاخر بشكل صعب قوي بصراحه. المفروض ان المسلسل مشتق من مسلسل وان فيجن، تمام، وان فيجن نزلت من 4 سنين، انت عارف مارفل عملت كام عمل في ال4 سنين دول؟ 17 عمل، اللي هو يعني 17 عمل، واداثا ما كانش ليها اي ظهور في ال 17 عمل دول، ومستني الناس تشوف مسلسلها على اساس انهم فاكرين مين دي اصلا. يا معلم ده انا لما بقعد اسبوع ما اعملش فيديوهات الناس بتعمل انسبسكرايب. وفي خبر حلو ان المسلسل ملوش جزء تاني. Season, who would you love to be in it? Well, there definitely will not be. Really? Oh, thank God! Oh, thank God!
ففي الاخر تشوف المسلسل ده ولا فاكس؟ بصراحه لا، فاكس يعني. الا لو عندك اسبابك الخاصه انك تشوفه، زي انك بتحب اوبري بلازا زيي مثلا. لو ما عندكش اسباب خاصه فوفر وقتك واتفرج على ذا بينجوين او فروم. الفيديو الجاي هيكون عن فروم ان شاء الله. وبس كده، لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش اعمل ديسلايك عادي، ولو حاسس انك تحب تسمعني بتكلم تاني اعمل سبسكرايب. وبس كده، سلام عليكم.